في بداية القصة يرى الصديقان بيكليت وإيفان يسبحان في البحيرة. يرى بيكيت لاحقاً يصطاد في البحيرة مع والده السيد بايك. ثم عاد بيكيت وإيفان إلى استخدام الدراجات الهوائية لإظهار ثقتهما بالنزول من الجبل. كانت ثقة إيفان كبيرة لإظهار قدرته على تأرجح دراجة أمام بيكيت. بعد فترة وجيزة سحبت شاحنة عابرة مكابحها وكادت أن تصدم إيفان. ثم على مائدة العشاء قالت والدة بيكيت إنها سمعت شابين كادوا أن تصدمهما شاحنة، لكن إيفان كذب وقال إنه يعرف الطفلين اللذين يعيشان بالقرب من الجبال. ثم تأرجح إيفان وبيكيت بدراجتيهما إلى الشاطئ، وبمحض الصدفة سافر راكبو الأمواج بالشاحنة إلى الشاطئ. ثم تبعهما إيفان وبيكيت في الشاحنة ووصلا إلى الشاطئ، حيث كان راكبو الأمواج يركبون الأمواج. هذا حفز إيفان وبيكيت على صنع لوح تزلج من الفلين، وذهبا إلى الشاطئ لتجربة ركوب الأمواج. ولأنهما لم يكونا راضيين عن لوح التزلج، وافقا على العمل في شراء الحطب من منزل السيد كارل لكسب المال وشراء لوح تزلج مستعمل اشتراه من رجل. في اليوم التالي ذهب الصديقان إلى الشاطئ لتجربة ألواح التزلج. بعد ذلك وبينما كانا عائدين إلى المنزل أوصلهما رجل يدعى ساندو، وهو راكب أمواج محترف سابق، كما عرض عليهما ساندو تخزين ألواح التزلج في مقصورته حتى لا يأخذها إلى منزلهما البعيد. بالمناسبة مقصورة ساندو ليست بعيدة عن الشاطئ. وافق إيفان وكيليس. في اليوم التالي وصل إيفان وبيكيت إلى مقصورة ساندو. هناك التقيا زوجة ساندو إيفا التي بدت وكأنها تعاني ألماً في ساقها. بعد محادثة أخذ إيفان وبيكيت ألواح التزلج الخاصة بهما وذهبا إلى الشاطئ. بعد بضعة أيام جاء إيفان وبيكيت لزيارة ساندو الذي كان يصلح لوح التزلج الخاص به، ثم ذهبا إلى الشاطئ لركوب الأمواج. توطدت العلاقة بين هذين الصديقين وساندو حتى إن ساندو دعاهما إلى دراسة خرائط الأمواج في مقصورته بينما كانت إيفا تراقبهما. في أحد الأيام ذهب إيفان وبيكيت إلى مستودع ألواح التزلج الخاص بساندي، وعثرا بالصدفة على مجلة قديمة عن ساندو الذي كان آنذاك يشارك في بطولة دولية لركوب الأمواج. أدرك الصديقان أنهما التقيا متزلجا محترفا. بعد فترة وجيزة عاد ساندو وإيفا، وكان ساندو غاضبا جدا لأن هويته كانت معروفة، لكن ساندو يفهمهم لأنه ليس ذنبهم. ثم أخذ ساندو بيكليت إلى منزله وأخبره أن بعد غد ستكون هناك أمواج رائعة. عرض بيكليت وإيفان عليهما الذهاب إلى الشاطئ. في ذلك الصباح وصلا إلى الشاطئ مستخدمين قاربا صغيرا للعبور إلى جزيرة لإيجاد أفضل أمواج في ذلك اليوم. بعد بضعة أيام أحضر ساندو إيفان وبيكليت إلى المنزل وأراهما خريطة الأمواج التي كان يدرسها. ومع ذلك في اليوم التالي عاد بيكيت إلى منزل ساندو ولم يجد في المنزل سوى إيفا. اتضح أن ساندو كان غائبا منذ الصباح لركوب الأمواج على الشاطئ. ثم دارت محادثة بين إيفا وبيكيت، حيث سأل بيكيت إيفا عن ساقها المؤلمة، ثم كشفت أيضا أن حادث ساقها كان نتيجة التزلج على الثلج. لا يزال إيفان وبيكليت كعادتهما يبحثان عن دخل إضافي من خلال العمل على حماية غابة السيد كارل. في صباح اليوم التالي جاء ساندو ليأخذهما، لكن إيفان تعرض لحادث في يده ولم يتمكن من الانضمام إليهما. ثم اصطحب ساندو بيكليت إلى الشاطئ ليتدرب على ركوب الأمواج مع أفضل الأمواج. هذا جعل إيفان يشعر بعدم الرضا عن تدريب بيكيت. راقب بيكيت وساندو سرا. في اليوم التالي درب إيفان نفسه، بل وأظهر شجاعته مع أمواج أكبر. في الأيام القليلة التالية درس ساندو وإيفان وبيكليت خريطة موجة كبيرة أطلقوا عليها اسم نوتيلوس، ومع ذلك جذب الاجتماع انتباه بيكيت الذي نظر سرا إلى إيفا. ناقشوا خططا لركوب أمواج نوتيلوس، لكن بيكيت قال إنه كان خائفا للغاية وليس مع إيفان الذي اعترف بأنه شجاع بما يكفي لمواجهة أمواج نوتيلوس. في اليوم التالي ذهب الثلاثة إلى الشاطئ. كان بيكيت خائفا جدا من رؤية أمواج نوتيلوس المتلاطمة، ورغم أن ساندو نصح بيكليت بتجربة الأمواج إلا أنه لم يجرؤ على النزول من القارب. وأخيرا أثبت ساندو وإيفان قدرتهما على التغلب على تحديات أمواج نوتيلوس المتلاطمة العاتية. بعد بضعة أيام عاد بيكيت للبحث عن ساندو في مقصورته، لكنه لم يجد سوى إيفا يانغ التي عادت إلى توها من التسوق. ثم وبسبب المطر انتهى الأمر ببيكليت بمساعدة إيفا في طهي الخضروات، وتبادلان أطراف الحديث. سألت بيكيت عن مكان ساندو، فقالت إيفا إن ساندو لم يخبرها.
ربما ذهب ساندو وإيفان إلى جزيرة بالي. شعرت بيكليت بخيبة أمل، وحزنت لأن ساندو غادر سراً دون سابق إنذار. ثم رأت إيفا ملابس بيكليت المبللة فساعدته على تجفيفها، وأخيراً نشأت بينهما علاقة حب. في اليوم التالي كانت بيكيت متحمسة للغاية ولم تغادر يوماً لزيارته إلى إيفا. يواصل الاثنان أيضاً مراقبة مكان ساندو الذي يقال إنه موجود الآن في بانكوك. ثم رأت امرأة تدعى لينا كانت معجبة بكيت أن بكيت قد تغير كثيراً. جاء إليها وطلب من بكليت مرافقته إلى حفلة اجتماعية. رفض بكيت في الواقع، لكنه احترم طلب لينا، لذلك التقيا أخيراً في تلك الليلة في الحفلة. في اليوم التالي شوهد بكيت وهو يدافع عن الحطب لتوفير الحطب في كوخ إيفا. وصلت إيفا بالسيارة ونظرت إلى بكيت بنظرة حادة، كما لو أن إيفا لديها خطط أخرى. في ذلك المساء عاشا أخيراً قصة حب. بعد ذلك بدأ بكيت يظهر وجهاً كئيباً للغاية. أتت إيفا وأخبرته أن الخوف هو نصف المتعة، يجب أن تعرف ذلك الآن. بعد فترة حملت إيفا بيكليت ورأته لينا. ربما شكت لينا في سبب رفض بيكيت لها. بعد فترة وجيزة أخبرت إيفا بيكيت أن الوقت قد حان لعودة بيكيت إلى المنزل. شعر بيكيت الذي شعر وكأنه يدفع بعيداً بخيبة أمل كبيرة. في غضب شديد ذهب إلى الشاطئ لركوب الأمواج، حيث أثبت جدارته وتغلب على خوفه من مواجهة أمواج نوتيلوس المتلاطمة. بعد عدة أشهر عندما كان بيكيت في المنزل جاء إيفان لرؤيته. بابتهاج شارك إيفان تجربته مع ساندو في الدولة الآسيوية، حتى إنه أظهر له يده المصابة عندما اصطدمت بشعاب مرجانية على الشاطئ. ليس هذا فحسب، بل ذكر إيفان لبيكليت أنه سمع شائعات، فترك ساندو رسالة لمقابلته. سمع بيكليت هذه الرسالة مما جعله يشعر بعدم الارتياح. في اليوم التالي التقى ساندو بيكيت الذي كان ينتظره بالسيارة. قال ساندو إنه رأى كمية كبيرة من الحطب في مطبخه. شكر ساندو بيكليت على مساعدته لإيفا في أثناء غياب ساندو، وكشف ساندو أيضاً أنه سيصبح أباً قريباً. سمع بيكيت هذا الخبر فخاف بشدة، لكن ساندو سأل ألم يهنئه بيكليت؟ فأخبره ساندو أنه سمع عن عبور بيكليت لأمواج نوتوليوس. فرح ساندو كثيراً ودعا بيكليت مجدداً ليتجاوز تحديات الأمواج المتلاطمة التي كان من المتوقع ظهورها صباح الأحد. وافق بيكليت أخيراً متسائلاً في نفسه، هل يعرف ساندو كل شيء عنه وعن إيفا؟ في ذلك الصباح جاء ساندو وإيفان لاصطحاب بيكليت، لكن بيكليت قال إنه لن يأتي. حاول ساندو إجباره على الانضمام إلى تحدي اليوم، لكن بيكيت رفض رفضاً قاطعاً. إن قوله إنه رفض لا يجعله جباناً. أخيراً فهم ساندو ما أراده بيكليت، فذهب أخيراً مع إيفان لمواجهة تحدي الأمواج العاتية المتلاطمة. ثم وضع بيكيت لوحة تزلج جانباً ليختتم جميع قصصه كمتزلج أمواج. بعد عدة سنوات تلقى بيكليت نبأ غرق إيفان. في إحدى القصص يقول الراوي إن إيفان عاش كما لو لم يكن لديه ما يخسره، لأنه يعتقد أنه غير مهم، لكنه مهم بالنسبة لي بيكيت. أفتقد ذلك الوغد المجنون. وينتهي الفيلم. شكراً للمشاهدة، وإلى اللقاء.